على المستوى المونديالي تحت السن 17 سنة. تنطلق الآن الخط الآن، محاولة مغربية أولى الاستلام من 23 اللاعب الناير، لعب الكرة طويلة تقدم ارتفاع، وعندهم بارادو اللي خرجت بن سبعيني وعطال وبوداوي ثالوث يلعب في القارة الأوروبية. بوداوي عطال مع نيس، بن سبعيني مع جلادباخ في ألمانيا. هذه الكرة للركنية تقدم من رقم 4 آدم، ورقم 4 اللاعب بن يدر. من كرة للصالح المغرب، تلعب منطقة الجزائر للجزائر البحبي. هذه كرة للصالح الفريق الجزائري، خروج الحارس بن غسيل. هذا هو طه حارس مرمى المغرب بلاد الحراس. من خلال هزاز المغرب تنافس بين الكرة المغربية والجزائرية على مختلف الأعمار. هذا كرة طلق مع 2 عبد الحميد، هيا 24 حموني يرفع كرة عند الحارس حماش يمسك بالكرة الحارس الجزائري اناتوف. خطأ لرقم 8 شاهين شتاوي. كرة جاي من مباريات مثيرة، مباريات تتسم بالندية على مستوى معاد يمرر. كرة معاد المباريات ترفع من شرب ادم الشكير، يشتوي شاهين عند الخطير اناتوف ينطلق بالكرة. اناتوف اخسر الكرة من ادم شكير تصل الان عند الناير ايمن يتحول الان بوغيسان للامام، ينطلق معاد لا وجود للشيء، ضربة مرمى، سقوط معاد بوغيسان رقم 15. تحول ظهير ايمن من المنتخب المغربي للثاني للمغرب ولكرة القدم العربية والافريقية. تسديد من بعيد وكرة تنتهي برا. محاولة خطيرة من الشكير، آدم الشكير كاد أن يفاجئ حماش. آدم الشكير فكرة ممتازة من الشكير. مغرب النيبة المدافع اللي تألق في أوروبا مع ديبورتيفو لا كارونيا مصطفى حجي في انتظار التنفيذ الآن. ترفع كورة باتجاه المرمى عند الحارس بن غسيل، حارس مرمى المغرب الجزائري موجود في قسنطينة. محاولة مغربية والدفاع موجود. تبقى الكورة منطقة الجزائر رأسية عند الحارس حماش. انتهى اللاعب المغربي، انطلاقة من الناير يتقدم عرضية والهدف للصالح الفريق المغربي. رأسية وسام زكريا كول المنتخب المغربي سجل على طريقة سيري الماتادور يمنع تقدم للفريق المغربي. كورة اختها الناير، عرضية من الناير يسجلها 18 زكريا سيكو يمنع التقدم للصالح الفريق المغربي. انطلاقة واعدة جدا من ايمن الناير اختطف الكرة من المدافع الجزائري. شوف الغلطة هنا اقتناص الكرة من شرب الناير عرضية من الناير رأسية. حموني ينطلق، حموني يحاول مرور، حموني ما يمرش، كرة ترجع. يانيس فرحات يرفع كرة، فرحات سهلة عند الحارس بن غسيل. فرحات كرة مسترقة من الأول، التصدي موجود، تبقى المحاولة قائمة. تلعب كرة من اناتوف، محاولة جزائرية خطيرة، الانطلاقة السريعة، كرة التعادل، الحارس يتصدى، تبقى خطيرة، أوقفها بن غسيل وشها لوجه يضيع زياد صالح مية للفريق الجزائري. جزائر خطير الفريق الجزائري، المطالب بضربة جزاء والليبي يقول لا، ركنية. الحكم الليبي المبروك محمد الواثق من قراره يقول ترفع كورة منطقة الجزاء والحارس طويلة الآن في محاولة مغربية، انطلاقة سريعة ممكن ثاني ولكن تصدي رائع في اللحظة الأخيرة. الإنقاذ زكريا وسام حاول المرور لديل في انتظار تنفيذ الركنية. كورة على مستوى الركاب الثاني، هذه رأسية بعيدة إلى ضربة مرمى للفريق المغربي. أمامنا رقم 4
محاولة لصالح منتخب المغرب من اجل الكرة الثانية. هذه كرة خطيرة والدفاع الجزائري في اخر فوق على بالتالي ناير ايمن الناير بعرضية بالمقاس ورأسية بلمسة واحدة سجلها وسان. تصل وسط ميدان اقرب اللاعب ايت بودلال عند الحارس كانت بمثابة تحصيل حاصل. الكرة منطقة الجزائر تبقى عند الفريق المغربي. مغرب في الهجوم. كرة تعود جولة جزائرية من خلال يعقوبي تبعد بالخطأ. التسديد من خارج منطقة الجزاء. المغرب منتخب المغرب اللي تألق في المونديال الأخير والسود الأطلس. كرة من جديد الفريق المغربي يظل في منطقة الجزائر. زكريا والساري سدد الحارس حماش المغربي. يرجع كرة عند 24 حموني إصابة اللاعب شاهين الشتاوي. هجمة للفريق المغربي. هذه بينية كرة خطيرة. زكريا وسان جول. وسان دوبيتا وسان ثنائية. زكريا في شباك الجزائر. كرة سجلها وسان الهداف القادم بقوة في سماء الكرة الأفريقية. زكريا وسان بلمسة واحدة يدون الكرة الثانية في شبكة الجزائر. 2-0. كرة ضربت كريا وسان كان حاضر كان شاس بلمسة واحدة يسجل لكن في تدخل قوي بداية اللعبة. في تدخل استمر اللعب. كرة من حموني هنا التمريرة لضربة الدفاع الجزائري. كرة ضربة من الدفاع الأخير لمسة واحدة يسجل والثاني هو كريم ممر الجديد. هو نسيري هو بصير هو الشماخ هو الهداف الجديد للكرة المغربية. والثاني يسجل ثاني هداف الفريق المغربي بلمسة واحدة يسجل. هل يتدخل الفار؟ فرنسا 3-2. هذه الكرة منطقة الجزاء والابعاد. جيل لقادة بتروني. كرة تتحول للركنية لصالح الفريق. المحاولة تبدأ من جديد للمغرب. خروج خط الحارس. هنا توف يتابع يخطئ امام الخروج الخاطئ. اخطا في ابعاد الكره. هنا توف حاول اقتناصها. هنا الاعاده. حارس بن غوسيل ومعاه ايت بودلال اقرب كان فيه بالثاني. يلعب كرة بالثاني عند الحارس بيمر. هنا توف الخطير. هنا توف عرضية. رفع الكرة منطقة المغرب بالثاني عرضية لبحياة الكرة ونال مآرات بهدف أول عن طريق وسان في الشوط الثاني. شباب ثاني كرة خطيرة والثالث. الهدف الثالث للفريق المغربي. هذه المرة آدم شاكير. كرة قوية من شاكير يأكد التعال يأكد الذهاب للمونديال يأكد الانتقال للمربع الذهبي بثلاثية مغربية مستحقة. آدم شاكير في الشبكة. ابتسامة حامل عرين فرحة الفريق المغربي. انتصار مهم جدا. انتصار يساوي بطاقة الممتاز. السلام عليكم. إذا كنت لست حاسد اشترك في قناتي واضغط على زر الإعجاب لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم. إذا كنت لست حاسد اشترك في قناتي واضغط على زر الإعجاب لكي يصلك كل جديد.